السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وصفات وأسرار مطبخي الصغير. اليوم ما راحش نديرو وصفة، ما راحش نديرو تحلية، راح نهضروا على موضوع مهم جدا، وهذا بمناسبة رجوع الأطفال للمدرسة. هادو المواد اللي راح نتحدثوا عليهم اللي يخصوا العناية الشخصية ولا النظافة الشخصية للطفل. احنا هنايا احنا المسؤولين على تعليم الطفل هاد القواعد. نبداو ان شاء الله بهذه القواعد اللي هي اول قاعدة اللي هي تعليم الطفل غسل اليدين من سن مبكر، ماشي بالماء فقط، بالماء والصابون. ونعلم الطفل الأوقات اللي من الواجب غسل اليدين، اللي هي قبل وبعد الأكل، يعني بعد الرجوع من المدرسة، بعد دخول الحمام أكرمكم الله. نعلم الطفل التقنية اللي يغسل بها الأيدي تاعه، يخلخل بين الأصابع، هكا نحافظوا على الصحة والسلامة تاع الطفل. ونخصص له منشفة خاصة به لليدين فقط. هنايا تكون منشفة قطنية نخصصها للطفل لمسح يديه، هكا يعني تكون ممسحة الوجه وحدها وممسحة اليدين وحدها. وبالنسبة للأظافر، هنا أحسن وقت باش نقلموا الأظافر، واللي هي مرة في الأسبوع نقلموها بعد الاستحمام، تكون الأظافر رطبة وتسهل علينا العملية. نبرد الأظافر تاع الأطفال جيدا، هكا به ما يبقى لهمش هذاك الشوائب ويزعجوهم. هنايا هاد الخطوات اخواتي يعني مهمه. هنا نروحوا للاسنان وتنظيف الاسنان. نعلم الطفل انه ينظف اسنانه مرتين في اليوم بالفرشاة والمعجون، يكون خاص بالاطفال، وتكون الفرشاة ايضا خاصه بالاطفال، هكا به نحبوه في تفريش الاسنان. هنا من المهم يكون عندها غطاء، ومن المهم أننا نعقمها مرة في الأسبوع. نروح هنا لتنظيف الأذنين. هنا أخواتي ممنوع منعا باتا أنه ننظفوا بالكوتونتيج، نستعمل فقط هنا قطعة قماش قطنية. إذا كان بعد الاستحمام نستعملها مباشرة. إذا ما كانش وقت استحمام بغيت ننظف الأذن تاع الطفل، نبلها قليلا وننظف الأذن تاع الطفل. نعرفوا باللي الأذن تطلق يعني هذيك المادة الصمغية اللي تزعج يعني وما تعطيناش منظر مليح. هنايا نروح نظافة الأنف. أخواتي هنا يوميا نحط للطفل ونغسل له المنديل في المدرسة ولا في الروض، ولا نحط له منديل قطني ونغسله له باستمرار. هنا باه نحافظ على السلامة تاعه والمنظر الأنيق والصحي تاعه. هنا إذا كان الطفل مصاب بالزكام نستعملوا المناديل الورقية، هكا يحافظ على سلامته وسلامة الأطفال المحيطين به. او نستعمل يعني كي يكون يعني نعرفوا باللي كاين وجبات في المدرسه، نستعمل هاد لي لانجات اللي كنت خدمتهم معاكم. اللي ما شافهمش يرجع للفيديو، هي ديلانجات عمليه جدا. هنا نروح يعني الحاجه المهمه جدا، يعني الله كاين مشكل فيها كبير في المدارس، واللي هي مشكل الشعر. هنا نمشطوا الشعر تاع الطفل مرتين في اليوم ونغسلوا، يعني ركزوا معايا اخواتي في هذه النقطه، نغسلوا المشط تاع الطفل يوميا بماء ساخن، هكا باه نحافظوا على السلامه تاع الطفل. هادو شوفوا خواتاتي ديمونطابل، يعني تنحيها تغسليها تحطيها تستيريليزيها في ماء ساخن وتعاودي ترجعيها للمشط. نعرفوا باللي راه يعني سلامة الشعر راهي من سلامة الجسم. ونستعملوا ان سيروم ولا لشعر الطفل. وهنا لي شوشو هذا تاع البنات نغسلوهم مرة في الأسبوع، هكا باه نحافظوا على سلامة الشعر وفروة الرأس تاع الطفل. هنايا نروح اذا نروحوا للملابس الداخلية اللي هي مهمة جدا. نحكي على الملابس الداخلية. هنا الطفل يعني سواء كانت بنت أو ولد يغير ملابسه الداخلية يوميا. أختي الصباح كي تجي تلبسي للطفل لازم يبدل الملابس الداخلية تاعه
يعني ضروري نعرفوا باللي الطفل عنده افرازات تاني هو والجسم تاعه يتعرق، يعني لابد هما والجوارب ما اننا كل يوم نغيروهم للطفل يوميا بشكل يومي، نغسلهم ننشرهم ونعاودوا يعني نعاودوا نحطوهم للاستعمال. هنا اخواتي ما تغفلوش على هذه النقطه. وهنا نروح للحذاء تاع الطفل، سيرتو لكان حذاء رياضي نهتم بتنظيفه من الداخل، يعني هذه نقط يعني ممكن يعني نغفلوا عليها، هنا فقط للتنبيه يعني وندو العبره. هنايا ننظفوا الصباط ولا الحذاء تاع الطفل، ننظفوه من الداخل جيدا، ننظفه ونهويه وندير له يعني قليل من التالك، يعني غبرة التالك هكا باه نحافظوا على سلامة الرجل تاع الطفل. والآن خواتاتي نحكوا على يعني الاستحمام تاع الطفل في الشتاء مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي الصيف يعني معروف أننا يعني كل يوم راه الاستحمام بالماء والصابون وغسول الشعر. يعني نحبوا الطفل، نعرفوا باللي الطفل ينزعج من الاستحمام، نحبوا الطفل لأن نحطوا له الألعاب تاوعه ونحبوه في الاستحمام هكا باه نحافظوا على السلامه تاعه. نعرفوا بلي النظافه الشخصيه راح تقي الاطفال من الامراض وتعطي منظر يعني حسن للطفل، تعزز الثقه تاعه بنفسه وهكا يعني. وهذا موضوع رانا احنا مسؤولين عليه، هذه المهمه تاعنا. ومادام الطفل يتعلم هاد القواعد في الصغر، مادام يستوعبها وتصبح عادات حسنه عنده. نتمنى خواتاتي ونكون افدتكم. هادو يعني مواد سهله بسيطه في البيت، نتمنى نكون افدتكم. ما تنسونيش بالاشتراك عفوا.